هو انا محتاج العب كام عده في المجموعه علشان ابني عضلات؟ معظم الابحاث اكدت انك ممكن تحقق نفس التطور العضلي لو لعبت 5 عدات او حتى 30 عده عند الفشل العضلي، بس لازم تاخد بالك ما ينفعش تلعب كل التمارين 5 عدات للفشل العضلي. اولا لان الارهاق هيعلى جدا لدرجه انه هيأثر على الاستشفاء. ثانيا في تمارين زي الباي او التراي او الرفرفه الجانبي، الوزن اللي هتختاره علشان تجيب اخرك عند 5 عدات غالبا هيكون السبب في تزويد فرص الاصابه. لكن لو لعبت معظم مجاميعك بين 20 او 30 عده غالبا تقييمك لشده المجموعه هيبقى صعب في معظم التمارين. ثانيا في تمارين مجمعه زي السكوات او البنش المستوي بالبار، العضلات المساعده او قوه رئتك في مدك بالاكسجين هتوقفك قبل ما العضله المستفاده من التمرين توصل حتى لقرب الفشل العضلي. الخلاصه ممكن تبقى باور ليفتر وتختار بعض التمارين البطوله زي السكوات والديد ليفت وتتمرنها عند 5 أو 6 عدات. وممكن تبقى بادي بيلدر وتنوع تمارينك بين 8 عدات او 15 عده، لان دي المنطقه الطبيعيه اللي هتعرف تقيم فيها اداء تمرينك وشده المجموعه على العضله، وهل انت فعلا وصلت للفشل العضلي او حتى قربت له.